قضية دعاء سمير اللي من منيا القمح اللي لقبوها بالبرنسيسة وملك الجمال الشرقية، قضية من أهم القضايا في الرأي العام، لأن بسبب جمالها كان في شباب كتير بيحاولوا يتعرفوا عليها ويتقربوا منها. وهي كانت من عيلة غنية جدا، بس هي كانت على علاقة مع شاب في الكلية، واللي استمرت قصة حبهم لفترة مش قليلة وما نقدرش نقول كتيرة، واللي فضلوا يحبوا بعض طول فترة الدراسة. لكن الشاب ده ظروفه الاجتماعية ما كانتش أحسن حاجة، وكمان عيلته كانت بسيطة جدا، ولما تقدم لها أهلها رفضوه علشان ظروفه، لأن زي ما قلنا إن هي كانت من طبقة غنية وعيلتها كانت كبيرة جدا. وزي أي قصة بتنتهي بالرفض، الشاب قرر إن هو يسافر علشان يكون نفسه. بس بعد ما اتخرجت دعاء، اتقدم لها مهندس من البلد كبير جدا، مش كبير في السن لكن كبير في المجتمع اللي هو فيه، بعزوته وأهله وناسه وفلوسه، لأن هو وعيلته كان عندهم مصانع وشركات وكان شغال عندهم ناس كتيرة جدا. والمهندس كان مبسوط إن هو هيتجوز دعاء لأن هي كانت أجمل واحدة في البلد. ولما المهندس اتقدم أهلها ما منعوش، لكن طلبت منه إن هي تعمل لها بيت خاص بيها، وفعلا عمل لها اللي هي عايزاه ولبى لها كل طلباتها، وكان بيحبها جدا، واللي كانت بتطلبه كان بيجيبه لها. وخلال فترة الجواز خلفت بنت جميلة لأن هي كانت بتشبهها، وحياتهم كانت مستقرة وهادية جدا. لكن بعد سنتين الدنيا كلها بتتشقلب، لأنه وهي ماشية قابلت الشاب اللي كانت مرتبطة بيه، اللي كان متقدم لها زمان وسافر، فوقفها وبدأوا إن هما يحكوا مع بعض ويسترجعوا الذكريات بتاعت زمان. وخد رقمها، وهي لما رجعت البيت فضلت تفكر فيه، والمشاعر ابتدت ترجع تاني من جديد. ففضلوا يتكلموا مع بعض فترة طويلة ومش قليلة، وأثناء الدردشة اللي كانت ما بينهم قال لها إن هو ما قدرش على بعدها في الغربة، وكمان ما قدرش إن هو يكون فلوس علشان يفتح بيهم مشروع، فعلى طول كانت ساكنة في خياله وما كانتش بتفرقه، وكان على طول مشتاق لها. ولحد دلوقتي كل اللي هي بتعمله ده غلط في غلط، بس غلط عن غلط يفرق، لأن اللي جاي أفظع مما تتخيل. وطبعا بحكم شغل المهندس كان مشغول عن دعاء، وعلى الجانب التاني حبيبها القديم كان فاضلها، وكانت المكالمات بتاعتهم مستمرة. في مكالمة من المكالمات الاتنين اعترفوا لبعض ان هما لسه بيحبوا بعض، والعلاقة ما بينهم بدأت تتطور اكتر من الاول، وبدأ ان هو يجيلها البيت على فترات. فخافت ان اي حد من الجيران يشوفه ويقول لجوزها. وزي ما قلت لكم برضو في الاول ان جوزها عمل لها بيت كبير خاص بيها هي لوحدها، فبدأت إن هي تفكر في خطة علشان تخلي العلاقة ما بينهم تبقى قدام الكل. فقالت لجوزها إن عندها أخو صاحبتها ونفسها إن هي تشغله، وإن هو شاب كويس ومكافح وكمان شاطر جدا في شغله. وطبعا زي ما قلنا إن جوزها كان بيحبها جدا وما كانش بيرفض لها أي طلب، لكن قال لها إن مفيش أي وظيفة فاضية دلوقتي علشان يقدر يعينه فيها. فقالت له ليه ما تخلوهوش دراعك اليمين وهو شاطر جدا وهينفعك، يعني يبقى قريب منك في الشغل. فالمهندس فعلا وافق على الكلام وقربوا منه، ودعاء طبعا كانت بتمده بالمعلومات اللي تخليه يقرب أكتر من المهندس علشان يتمسك بيه. وفعلا المهندس بدأ يشوف إن الشاب ده شاطر ومكافح. بس على الجانب التاني كان مقضي أحلى أيام حب مع دعاء، وكان بيقدر يروح لها البيت في أي وقت هو عايزه، والناس ما كانتش بتشك لأنه كانوا عارفين إن الشخص ده شغال مع جوزها، وهو كمان كان بيجيبه على طول في البيت علشان يتكلموا في الشغل. بدأت الموضوع يتطور بشكل بشع أكتر من الأول، لأن دعاء جابت منوم لجوزها وكانت بتحطه له في العصير، وأول ما يبدأوا إن هم يتكلموا في الشغل وجوزها يشرب العصير كان بيحس بالتعب وبينام. ومن بعدها بتحصل حاجات انتوا اكيد فاهمينها، وطبعا ما كانش فيه اي حد من الجيران بيشك فيهم لان الشاب بيطلع مع جوزها، يعني ما كانش فيه اي ريحة شك. تفكير شيطاني ومحدش اصلا يقدر يفكر فيه. فجوزها بدأ يشك ان في علاقة غير طبيعية بينها وبين الشاب. فدعاء بدأت ان هي تفكر في تفكير تاني افظع من اللي هي بتعمله، اللي هو ايه؟ يتخلصوا منه. بس ازاي هيتخلصوا منه؟ الفكرة بتاعتهم ان هو يدوه جرعة منوم زيادة شوية، واول ما يروح في النوم يخلصوا عليه، وبعد كده يقطعوه ويرموه في اماكن متوزعة. وطبعا بحكم شغل جوزها ان ليه اعداء كتير في السوق ده علشان هو تاجر شاطر، ففعلا نفذوا الخطة بتاعتهم. وكانت واثقة جدا ان رجال الامن مش هيشكوا فيها لان هي من عيلة كبيرة وغنية، يعني مش ممكن تقتله عشان خاطر الفلوس، وفي نفس الوقت سمعتها كانت كويسة.
فنفذوا الخطة بتاعتهم وحطوا له المنوم في العصير. وأول ما نام اتصلت بعشقها علشان يطلع، واستنت بنتها لحد ما دخلت نامت، وبعد كده سحلوه ودخلوه على الحمام وقتلوه وقطعوه فعلا حتت، وخدوا الجثة ورموها. وبعدها دعاء رجعت نامت وعشقها رجع نام في مكانه. معرفش جابوا الجحود ده كله من فين. بعدها الأهالي لقوا جزء من الجثة موجود، فطلعوا بيه على الشرطة، واللي بعد التحقيقات اتأكدوا إن ده جزء من جثة المهندس، فطلعوا على البيت وبلغوها. فهي طبعا زي أي ممثلة شاطرة مثلت الدور كويس جدا. فرجال الأمن قالوا لها أنت بتشكي في أي حد؟ فقالت له جوزي كان كبير في السوق وأكيد ليه أعداء كتير، فممكن واحد منهم اللي عملها، لكن أنا ما بشكش في أي حد عشان مظلمش حد. مؤمنة. فعرضوا الجثة بتاعته على الطب الشرعي علشان يعرفوا إيه اللي حصل. فطبعا كان من عيلة كبيرة، فالقضية بتاعتهم بدأت إن هي تكون قضية رأي عام. بس بالصدفة فرد الأمن بيشوف بنت دعاء كانت قاعدة على جنبه حزينة، فرح لها علشان يواسيها، وبقى يطبطب عليها ويسألها أسئلة عفوية، وهي زي أي طفل بريء كان بيجاوب بعفوية. فقال لها انت اخر مرة شفتي بابا كان فين؟ فقالت له اخر مرة شفته قبل الحادثة. فقال لها طيب ما كانش في اي حاجة غريبة بتحصل في البيت؟ فقالت له لا، كل اللي كان بيحصل ان المساعد الشخصي كان بيجي ويقعد مع بابا على طول، واوقات كان بيجي ويقعد مع ماما وهي بتكون فرحانة لما بيجي. ففرد الامن حس ان كلام البنت ده فيه سر كبير، فبدأ يسأل عن الشاب ويعمل عليه تحريات لحد ما اكتشف قصة الحب اللي كانت قديمة، وإن بعد كده اشتغل مع جوزها، وجوزها ما كانش يعرف أي حاجة عن الشاب ده ولا كان يعرف العلاقة اللي ما بينهم زمان. فرجال الأمن بدأوا إن هم يستدعوا الشاب علشان يحققوا معاه، فبدأ ينكر أي حاجة كانت بتحصل ما بينهم، وقال إن كل الكلام ده ما حصلش. فقالوا له إن دعاء اعترفت عليك بكل اللي حصل، وقالت إن أنت السبب الرئيسي في الجريمة. فالشاب انهار وخاف إن هو يشيل الجريمة كلها لوحده، وقال أنا أعترف بكل حاجة وهقول الحقيقة. فاعترف بكل اللي حصل، وكل اعترافاته كانت مطابقة مع التحليل اللي عمله الطب الشرعي، وتحديدا في الأدوات اللي تم استخدامها في تقطيع الجثة. فبعد كده تم القبض على دعاء سمير، فالناس كلها اتلمت حوالين مركز الشرطة وكانت عايزة تقتلها، ده علشان جوزها كان سمعته طيبة جدا وكانوا بيحبوه. فدعاء سمير اعترفت بكل حاجة واتحكم عليها بالإعدام. والغريب إن أثناء تنفيذ حكم الإعدام عشماوي قال لها خسارة الجمال ده في الموت، وقال إن هو اتأثر جدا بالقضية بتاعتها، وكان صعبان عليه إن واحدة بالجمال ده ترتكب جريمة بالبشاعة دي. ودي كانت النهاية بتاعتهم. ولهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.